هذه البلد، علي احترام مصر. مصر احترمها العالم. فمن انت هتتكلم عن مصر؟ فاطمة هانم، مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تحمل سفكس اولوجي التي لها علم باسمها ايجيبتولوجي. فماذا انت؟ لا تتكلم عن مصر كلمة، لا اسمح لك. فاطمة هانم لن أكمل هذا الحوار قبل أن يسحب تلميذ عن مصر. يعتذر لمصر. فقه الصراخ لا يفيد. اتفضلي فاطمة هانم. مرة أخرى أنا أذكر أنه لا يليق بأي مواطن عربي أن يتحدث عن دولة عربية أخرى، وخاصة كما قلنا أن يكون لها ممثلوها. لو سمحت شيخ فزازي أرجوك، أنا أتحدث إليك الآن بالعودة مرة أخرى. الاقتصاد والجنس كل ما يملأ رأس هذا الشيء. أعتقد مبادرة مناظرة تتحدث منذ البداية عن شيء اسمه اعتذاره أو انسحابي. ما زلت أنتظر اعتذاره عما خاض فيه في مصر في يوم القيامة إن شاء الله. يعني قلت قبل معاه جايب الهتيفه بتوعه. اتفضلي فاطمه. اولئك الهتيفه اذا كنتم لا تحترمون مصر فلماذا يعني تستخدمون ضيفه من مصر ولا تحترمون دولتها؟ فاطمه هانم اتفضلي فاطمه. نعم اتفضلي فاطمه هانم. مصر على رأسنا. اتفضلي. نعم مصر على رأسنا. أنا أطلب من الجميع الهدوء الآن. فاطمة هانم اتفضلي. تحيا مصر. تحيا مصر ومصر فوق الجميع. اتفضلي فاطمة هانم. يكفيني هذا الرقي من الجمهور. هذا رأيه لا يمثل لي أي شيء. رأيكم على رأسي وأشكركم. هذا ما دار. الرجل قال مصر على رأسنا وكاد الموضوع أن ينتهي، ولكن زميلتي كريمة عوض